ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناة شيماء جمال تي في. نبدأ الفيديو على طول ومن غير اي مقدمات، وهدخل في الموضوع على طول عشان الفيديو ما يجريش مني. النهارده هعمل لكم اختراع هيعجبكم جدا جدا جدا، بس انتوا تجربوه، جازفوا كده وجربوه. طبعا طريقة الفراخ دي انا عملتها معاكم قبل كده كتير. وخاصة كل ما بعمل دبابيس بعملها بالطريقة دي وبسويها في اللبن، يعني هي كوباية لبن مش كتير. بحط التوابل بتاعتي، ملح وكل التوابل اللي انت بتحبيها تحطيها، هتقبل الوصفة دي، بتقبل توابل كتير. حطيت ملح وفلفل وبابريكا وتوم وبصل بودر، انا التوم والبصل حطاهم مع بعض. وحطيت بهارات فراخ، وهحط بصل وورق لورا. وممكن انت لو عندك توابل تانية بتحبي تضيفيها ضيفيها. انا الوصفة دي او الطريقة دي عملتها معاكم كتير في الدبابيس. كل ما بسويها بالطريقة دي، وكوباية لبن واحدة بس يا دوب تدخل في الغليان شوية، وهوطي عليها خالص وبراحتها بقى، هسيبها براحتها. الحاجة اللي انا هعملها بقى منها، من المرقة دي، هي اللي ما عملتهاش معاكم قبل كده. حطيت كده البصل وحطيت ورق اللورة، وهغطي وهوطي عليها تستوي براحتها. في الوقت ده بقى، وطبعا كنت غليت لبن، ما كانش عندي لبن عشان اخد منه واحط واسوي الفراخ. في الوقت ده اللي الفراخ بتستوي فيه، تعالوا شوفوا بقى الهنا اللي انا فيه. انا كنت عايزه فلفل الوان عشان تقريبا مش فاضل عندي غير كيس واحد بس. وعايزه فلفل، يعني ما بعرفش، وصفاتي كلها اغلبها بتعتمد على الفلفل الرومي اللي هو الالوان. فكنت عايزه، فجابولي فلفل رومي وكله اصفر، ما شاء الله الراجل ما كانش عنده غير فلفل اصفر بس. مع اني بعد كده لو جاب فلفل اصفر واحمر ورحت تجيبي منه فلفل احمر بس عشان توازني بس في الالوان، مش هيرضى يديكي. مش عارفة ازاي انا عنده فلفل اصفر بس والاحمر خلص، مش عارفة. لما تروحي لو هتجيبي مثلا نص كيلو هيديلك فلفلتين احمر وفلفلتين اصفر، مش بيرضوا يدوا احمر بس، مش عارفة ازاي خلص عنده الاحمر والاصفر لا. ومش هيرضى يديني بعد كده الاحمر عشان زي ما قلت لكم اوازن في الالوان، بس معلش جالي فهقطعه وهحطه في الفريزر عشان احساسي. ولما بيكونش عندي فلفل، اي وصفة بعملها في اي وقت ببقى يعني حابة الحاجة تبقى موجودة. عملت الكمية كلها وهحطها في اكياس وهحطها في الفريزر. لو انتي يعني متاحة عندك الاسعار كويسة، هاتي يعني هاتي مثلا كيلو واستخدميه، ولما يخلص هاتي غيره وهكذا. بس احنا عندنا بيبقى سعر الكيلو غالي جدا، فانا بستغل الوقت اللي سعر الكيلو فيه بيبقى مش غالي، وبجيب. يبقى امتى مش غالي؟ لما بيكون قاعد يوم واتنين وتلاتة عند الراجل، وهو خلاص حاسس ان هو ممكن يبوظ ومش هيتباع، فبيقلل من سعره. ففي الوقت ده انا بستغله وباخد منه. لكن انت لو انت متاح عندك والسعر كويس ومناسب، عشان في مناطق. يعني احنا عندنا في سوهاج علشان يجيبولك الحاجة يستغلوا جامد في كل حاجة. لكن عندكم في وجه بحري اعتقد يعني الاسعار دي هتبقى حنينة شوية. المهم خلصنا الكمية اللي انا بعملها، وان شاء الله باذن الله هحاول اجيب احمر بس بعد كده. نيجي نشوف الفراخ كانت خلاص استوت، ما بتاخدش وقت خالص. وبقول لكم ليه هنحط كوبايه مي لبن، مش يعني كوبايه لبن واحده بس، لان الفراخ اصلا بتنزل ميه. يعني زي ما انتم شايفين كده هي نزلت ميه مع اللبن، فبقت المرقه دي حاجه ما حصلتش، حاجه مركزه وحاجه دسمه جدا. واعملي بيها اي حاجه، قلت لكم قبل كده حطيها في مكعبات، بس طبعا هتصفيها. حطيها في مكعبات وحطيها في الفريزر، واستخدمي مكعب كانها مرقه فوريه. بس انا النهارده هعمل لكم منها عظمه. طبعا هي مركزه فانا زودتها ميه علشان يعني تبقى مناسبه. زودتها ميه، وبعد كده هعمل منها ملوخيه خضراء. ده بقى الاختراع. انا عملت منها مره قبل كده الملوخيه، لا تقولي ملوخيه بالارانب، ولا ملوخيه بالجمبري، ولا اي ملوخيه في الدنيا هتبقى زي الملوخيه المعموله هتقولي تعملي ملوخيه باللبن. هو ما بقاش لبن، هو اصلا ما بقاش لبن. يعني احنا حطينا كوبايه اللبن مع الميه اللي نزلت مع الفراخ، مع بقت حاجه مركزه كده، مرقه زي المرقه الفوريه بالظبط، على حسب طبعا التوابل اللي انت بتحطيها في الاول، وان انت تظبطي الملح وكده. الملوخيه مش عايزه اصلا طشه، يعني انت بس هتحطيها كده وهتدوقيها طعمها تحفه تحفه تحفه.
جربوها بس ومش هتندموا. بس اهم حاجه تكونوا ظابطين التوابل بتاعتكم. عملت الملوخيه. هتقولوا انتوا حاسين ان في عك شويه النهارده، جلاش مع ملوخيه والملوخيه لازم رز. انا لما سالتهم عايزين ياكلوا ايه، حد قال لي عايز جلاش بالجبنه، وحد قال لي عايز جلاش باللحمه وجنبه فراخ، وانا كنت عايزه ملوخيه معاها فراخ، فحبيت اعمل كده يعني ارضي كل الاطراف. فعملت صينيه واحده بس جلاش، نصها لحمه ونصها جبن. هتحطي ميكس جبن، اي جبن عندك حطيها، اي جبن. بس اللي بتظبط الوصفه دي جدا هي الجبنه الرومي. وشوفوا بقى المصيبه اللي انا هعملها يا اخواتي، قمر وانا بعمل المصايب، قمر قمر وانا بعمل المصايب. شوفوا بقى، اهم حاجه في الوصفه دي الجبنه الرومي او اي جبنه تكون حادقه، لان الجبنه الموتزاريلا مش حادقه، فاحنا عايزين حاجه تظبط الطعم. فانا بالنسبه لي هنا هو الجبنه الرومي. قفلت صينيتي وكل الطبقات طبعا بتحطي، او كل طبقتين بتحطي رشه من السمن، وبتقفلي كويس اللي من فوق. اللي من فوق انا كلها بقفلها لتحت، لكن اللي من تحت بحاول اظبط بقى الورق يبقى في النص. يعني مرة اقطع ورقة احطها في النص لوحدها، المهم بتظبطي عشان يبقى كلها سمك واحد. وجبت بيضة وعليها شوية من الفلفل الاسود وكوباية من اللبن. هقطع، بصوا الوردة بتاعت الوردة دي جاية على الصينية، فشكلها حلو قوي، عجبني في التصوير يعني، بعد وانا بمنتج دلوقتي حسيتها حلوة. وانا بقطع برضو هتلاقوني لفتت انتباهي وانا بقطع كده، تحس ان شجرة نازلة على بيت. حطيت بقى البيضة مع اللبن، وهنحطها في الفرن. الفرن ما تبقاش عالية قوي عشان ما تحرقهاش من تحت، ولا واطي قوي عشان ما تنشفش منك. شوفوا بقى الجبنة الرومي بالعلبة بتاعتها مقفولة، نسيتها. وطبعا مش هينفع بعد ما قفلت افتح تاني واحط الجبنة الرومي، عشان بس تبقوا واخدين بالكم وانتوا بتعملوا ما تسرحوش. والله زعلت جدا لان هي كده هتطلع دلعة، يعني ناقصة ملح، لان الجبنة الموتزاريلا مش هتنفع لوحدها، لازم تكون في حاجة معاه. المهم الدبابيس الفراخ انا كل مرة بعملها بالبقسماط، المرة دي لا، عايزة اعملها زي كأنها مشوية في الفحم، وهتطلع مشوية بالفحم بالظبط بالظبط كده. دي صلصة مش طماطم، صلصة متسبكة عشان الطماطم بتخليها تنشف شوية. حطيت توابل بس بسيطة جدا وملح بسيط جدا عشان الفراخ دي متشبعة توابل. فالصلصة دي ما حطيتش عليها توابل كتير، انا كترت الليمون وكترت الخل وتوابل خفيفة جدا. و خلاص كانت الملوخية فكت. وحطي معلقة سمن، لازم هنا سمن عشان يديكي طعم مشوي حلو، مش زيت، مش هينفع الزيت معانا هنا. حطيت معلقة من السمن، وهنزل بالفراخ احمرها. بس اديها يعني، بصي قرصي عليها في التحميره شويه، مش قوي عشان ما تنشفش، بس لازم تبقى واخده اللون لون حاجه مشويه. عارفه لما بتشوي على الفحم لون الفراخ بيبقى عامل ازاي؟ انا عايزه اللون يوصل للمرحله دي. بس خدي بالك اوعي تحرقيها، لو انتي مش هتعرفي اهو نفس الشكل ده تحسي ان انا بشوي على شوايه مش بشوي في طاسه. ممكن لو حاسه ان هو هيتحرق منك ما حمري زي ما انتي عايزه. هعمل الكمية كلها، وكنت حاطة هنا الفحم. حبيت اوريكم اللون اللي انا وصلت له هو ده. حطيت هنا الفحم، وهجيب ورقة من الفويل. ما تحطيش الفحم كده على الفراخ، او ممكن ورقة زبدة، اي ورقة عندك. وهحط عليها الفحم، واحط عليها مادة دهنية، اي ماده دهنيه، زيت، سمنه، بس تكون سايحه كده، ما تكونش السمنه مجمده، عشان تعرفي تطلعي الدخان اللي هو بالشكل ده. في حته اتقصت من هنا معلش. وهغطي عليها. وبعد كده هنعمل الطشه بتاعت الملوخيه دي يا جماعه لازم تجربوها، لازم تجربوها. وهي مش معموله بلبن، هي اللبن خلاص تحول مرقه قويه جدا. يعني ما ينفعش تعملي منها اي حاجة وهي مركزة كده، لازم تزوديها بالمية عشان تبقى شوربة طعمها حلو قوي، وفي نفس الوقت مش مركزة. وطبعا هتصفيها. عملنا الطشة دي، لو التوم لسه معمول ومدقوق حالا كان هيبقى شكله حاجة تانية خالص. بس التوم اللي بتفرمي وبتحطيه في الفريزر للأسف الشديد بيبقى ما بيديكيش نفس الشكل بتاع التوم اللي لسه معمول. بس عموما الطبق ده اتنسف. انا عايزاكم تعملوها، والمره دي وكل مره بقول لكم على ضمانتي، اللي بيعمل حاجه وما تطلعش معاه مظبوطه
يقول لي يعني يا اما الغلط عندك يا اما الغلط عندي، بس الحمد لله ما فيش حد عمل من ورايا حاجه لحد دلوقتي وقال لي ما ظبطتش معايا. بس انا بقول لكم اهو، لو حد ما ظبطتش معاه حاجه يقول لي ونشوف الغلط فين. الجلاش عموما انا بقطعه بالعجله دي بتاعه البيتزا، بتبقى اسهل واسرع. وكده نصه جبنه ونصه لحمه. لو انتوا عددكم اكبر طبعا هتعملي صينيه وصينيه، بس انا ما بحبش حاجه تتبقى، فبعمل صينيه واحده بس. لما الاولاد يكبروا شويه واحس ان اكلهم بيزيد وكده هعمل صينيه جبنه وصينيه. بصوا شكلها عامل ازاي الجبنه، بس ناقصه ناقصه ناقصه، مش هفتي، هي ناقصه الجبنه الرومي او اي جبنه تكون حادقه شويه. انا على فكره حطيت جبنه فيتا بس يعني كنت معتمده ان قال يعني الطعم مظبوط فما زودتش منها، وانا اصلا ناسيه اصلا الجبنه الرومي، معلش. وكده كان الاكل خلص. بصوا يا جماعه، في حاجه هنا انا حابه اقولها لكم، انا ما عملتهاش بس حابه اقولها لكم. طالما استخدمتي فحم لازم تستخدمي خضره، بس للاسف ما كانش عندي خضره. انا حبيت اقولها لكم عشان هي ده الصح. هتستخدمي فحم لازم نسحب الغازات الضاره اللي دخلت في الفراخ ونطلعها على حاجه خضراء، جرجير، شبت، بقدونس، اي حاجه. الصوص الاحمر ده انا اخدته من الصوص اللي انا عملت فيه الفراخ اصلا. شلت طبق قبل ما احط الدبابيس فيه، عشان الاولاد طالما في فراخ يقولوا لي لازم فين الصوص. اي صوص يحطوا فيه الفراخ وخلاص. بس ده على فكره الصوص ده طعمه حلو قوي قوي قوي، هيعجبكم. يعني قبل ما تحطوا الفراخ في الصلصه شيلوا منها طبق، بعد ما تحطوا الليمون والتوابل وكده شيلوا طبق، ده اللي هيبقى الصلصه. طبعا عملت سلطه خضراء. اوعوا تتصدموا، يا دي النيلة اتصدمتوا، ده بعد الغدا، ده بعد الغدا. طبعا انتوا اتصدمتوا الصراحة وانا كمان، يعني انا كمان دخلت من بره وحاسة نفسي اتصدمت. فبس نص ساعة ونخلص الليلة دي. السفرة مكان ما بناكل، الجزء اللي احنا بناكل عليه مكان الاكل بغسله مش كل يوم بصراحة، لما الاقي حاجات لزقت فبغسله بالسبونشة والبريل. وبعد كده لما بلمع السفرة كلها عادي. لكن الجزء ده انا بغسله بالاسبونشة. وحوامل السخن دول دايما سايباهم هنا عشان احيانا بتزنق وبكون جايبه حاجه سخنه واجي احطها ما لاقيش حاجه احط عليها. وطبعا ده انا ازاز وفوقه بلاستيك فمش هينفع الحاجه السخنه خالص، فحطيتها. بحط الحوامل كده على طول. دي اللهلوبه اول مره استخدمها، انا بستخدم اللهلوبه التانية العلبه اللي هي زي الاريال المعجون ده. اول مره استخدم الباور بتاع لهلوبه. اولا ريحته حلوه جدا وتقريبا هو كويس، بس عايز بعد ما ترشي عايز سلكه مش عايز سبونشه، وانا للاسف ما كانش عندي سلك. بس انا حاسه ان هو كويس. الباور التاني اللي هو العادي الاسود ده ريحته نفاذه جدا وريحته وحشه، لكن ده ريحته حلوه، بتحسي بريحه المنظفات فيه. بس العين الكبيره دي كانت عندي محتاجه سلكه، لكن هو كويس يعني كويس. تعالوا بقى اقول لكم حاجه. الناس اللي كانت بتقول لي احنا داخلين القناه عشان الفيديوهات الخارجيه كانت بتعجبنا اكتر، في ناس الفيديوهات الداخليه بتعجبها اكتر. انا فعلا الفتره دي مقصره جدا في الفيديوهات الخارجيه. جماعه والله العظيم الدنيا حر جدا، الدنيا حر، يعني انا بصور جوه البيت وبجري على التكييف. يعني مش قادرة أنا دلوقتي، ما بقتش بستحمل، مش عارفة عندي أنيميا ولا عندي هبوط، ما بقدرش على الحر خالص. وجوه البيت يعني 10 دقايق جوه وادخل اجري على التكييف شويه وبعد كده ارجع تاني. تصوير دلوقتي هيبقى بالنسبه لي صعب جدا، وقبلها كانت المدارس، ففعلا انا مقصره في الفيديوهات الخارجيه. وعارفه ان في ناس دخلت القناه واشتركت في القناه عشان الفيديوهات الخارجيه بس كمان الفيديوهات الداخليه ليها جمهور كبير قوي قوي عندي. فان شاء الله باذن الله هبقى احاول اعمل توازن الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. بس كده خلصت. وبصوا ظبطت الدنيا، غسلت البوتاجاز، غسلت بصوا المقابض بتاعه المطبخ يا جماعه الاولاد بيفكوها وبيلعبوا بيها، هتلاقوا كل شويه مقبض مش موجود بيفكوها وبيلعبوا بيها وانا بقى ادور. الشوكولاته دي جايه لي هديه من الامارات العربيه الشقيقه، ما اكلتهاش قبل كده وما دقتهاش قبل كده، هدوقها اول مره بصراحه، ما اعرفهاش. وبعد ما خلصت كنت فصلت جدا وفرهدت جدا، فكنت عايزه اشرب حاجه ساقعه. الدنيا حر جدا ومش هينفع الا الحاجه الساقعه.
اللي عايشين في الادوار العلوي اخر دور هيبقوا حاسين بيا وبالمعاناه اللي انا فيها. بصوا تركه كده، لو حابين ان الصودا ما تطلعش يعني ما تطرش من الازازه وانتوا بتصبوا، ادي كيرف جامد للكوبايه كده وانت بتصبي، وبعد كده بقي كمليها زي ما انا عملت كده بالظبط، وانت مديها كيرف فهتلاقي الصودا ما طارتش منها. وبس كده ناخد شوكولاتتنا وناخد الكولا بتاعتنا. بصوا دمار يعني، اللي عايز يبوظ ريجيمه شوكولاتة مع بيبسي في حاجة في منتهى اللخبطة. وبس كده الفيديو، يا رب الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.